تستخدم ايفون وعايز تعرف ايه هو ابل باي وازاي تقدر تضيف الكروت بتاعتك على الابليكيشن وتقدر تدفع بيه؟ اتفرج على الفيديو ده. من زمان قوي على الايفون في تطبيق اسمه والت او المحفظه، محدش عارف ده بيعمل ايه. لما بتدخل عليه بيوديك على البوردنج باسز والتذاكر، والاختيار التاني هو انك تبدا مع ابل باي. بتدوس هنا على كلمه اد، وكان زمان ما بيظهرش الاختيار ده اللي هو ديبت او كريدت كارد او البريفيوس كارد، الكروت اللي انت مسجلها قبل كده في مصر كان بيظهر الخانه دي فاضيه. دلوقتي تقدر تدوس على ديبت او كريدت كارد وتكمل تدوس كونتينيو، وهنا بيبقى عندك اختيار من اتنين: يا اما تحط هنا الكارت وهو يعمل سكان، يا اما تدخل البيانات بتاعه الكارت مانيوال. وبعد كده بقى تقدر تدفع بالموبايل، او حتى لو بتستخدم الساعه بتاعتك تقدر تدفع من خلال الابليكيشن اللي جوه الساعه. والموضوع امن من الكارت العادي لانه بيحميك من ان الكارت يضيع او حد يشوف الارقام اصلا بتاعته. ولحد دلوقتي تقدر تضيف الكروت اللي من البنك الاهلي وبنك مصر وسي اي بي. وسي اي بي على فكره نزل تصريح من شويه بيشتكي، بيقول ان العملاء كتير جدا ضاغطين على السيستم وكلهم بيشتركوا في خدمه ابل باي، فنخف شويه. وبدل ما تحط الكارت على البي او اس اللي هي مكنه الفيزا وتدفع فلوسك، هتحط التليفون او الساعه، وبالشكل ده تدفع فلوسك بمنتهى السهوله وامن كمان. بس بقى يا سيدي، وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.